اسمها طلاق الموت؟ اولا المساله دي ما اسمهاش طلاق الموت. المساله دي يا اخوانا اسمها طلاق الفرار او طلاق المريض. المساله دي لم ترد لا في القران ولا في السنه، وانما وردت اثار عن بعض الصحابه. ايه هي طلاق الفرار او طلاق الموت؟ ده واحد راجل على فراش الموت وخلاص هيموت، فيجي لمراته يقول لها انت طالق، ودي تكون الطلقه الثالثه. العلماء بيذكروها في حاله الميراث، لو راجل قال لمراته انت طالق ودي كانت الطلقه الثالثه، مش الطلقه الاولى ولا الثانيه خالص يا اخوانا، لا الطلقه الاولى ولا الثانيه، لان دي لسه ليها ايه حكم الرجعيه، فلاقي ان هي ترث ولاقي ان هي كل حاجه تبقى موجوده وكل حاجه. لكن هنا بيقولوا لو طلقها الطلقه الثالثه وخلاص بانت منه، هل لان هي ترث؟ جماهير اهل العلم، جماهير اهل العلم منهم الائمه الاربعه والامام الشافعي في القديم. خد بالك لما اجي اقول لك الامام الشافعي في القديم يبقى في بغداد كان في العراق، ولما اجي اقول لك الامام الشافعي في الجديد كان في مصر لما نزل الى مصر. خلاص. طيب هتيجي تقول لي يعني هو خالف؟ الامام الشافعي رجع عنها لما راح مصر، بس هنذكر دلوقتي قالوا ايه. قالوا لا، ان هي الست دي ترث. طب ليه انتوا ورثتوها؟ مش هو قال هي طالق؟ قال لك لا، ما نحن هنا سنعاقبه بنقيض قصده، والقاعدة الشرعية أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هو كان عايز يعاقبها إن هي ما تورثش، صح ولا لا؟ فإحنا هنعاقبه بنقيض قصده، وهنحرمه من الحق ده، هنخليها ترث. طب عندكم أدلة؟ قال لك لا، كل اللي ورد عن عثمان بن عفان أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته على فراش الموت، إلا أنه شوف ورث امرأته، وورد عن عمر بن الخطاب كذلك. طيب القول الثاني بقى قول من؟ قول ابن حزم والامام الشافعي في الجديد. ابن حزم بيقول لهم هو انتوا بتخلطوا المسائل ببعض ليه؟ هو انتوا مالكوا طلق على فراش الموت ولا طلق؟ طب انتوا ورثتوها ليه؟ قال لك نحن نعاقبه بنقيض قصدي. قال لهم هو انتوا عرفتوا منين اصلا ان هو عايز يحرمها من الميراث؟ اشققتم عن صدري؟ معلوم عندنا باتفاق العلماء انه ليس لنا الا ما ظهر منكم، اللي هو الناس يعني، ليس لنا الا ما ظهر منهم، فكيف شققتم عن صدره وزعمتم انه يريد ان يحرمها من الميراث؟ هذا الامر الاول. الحزم بيقول لهم ايه؟ هو انتوا بتقولوا عشان طلع على فراش الموت؟ طب ما هو ممكن يطلق وهو سليم، صح ولا لا؟ ممكن يطلق وهو سليم الطلقه الثالثه وساعتها برضه مش هتورث. يبقى انا هعرف منين الفرق بين حال الصحه وحال المرض؟ والمساله كلها اجتهاديه اصلا. فجبنا حزم رحمه الله تعالى قال لهم طب انتوا بتقولوا عثمان بن عفان وعلي وعمر بن الخطاب، طب ابن الزبير رضي الله عنه خالف ذلك، خالف ذلك وورث معذرة لم يورث المرأة التي طلقها زوجها على فراش الموت. الخلاصة يا اخوانا ان دي مسائل نادرة، لكن انا بعلمها ليك انت عشان تكون على دراية بعلم الشريعة. يبقى لو راجل قال لمراته انت طالق على فراش الموت، راجل بالغ وعاقل ورشيد ومدرك، هو واعي هو بيعمل ايه، يقع الطلاق. الصواب يا اخوانا انه يقع الطلاق. المحاكم بتاعتنا المصرية والمحاكم عادة بتاخد بقول جماهير اهل العلم بنقيض